تهنئة واجبة للمنتخب المغربي على التأهل. اقسم لك بالله لسه الماتش ما اتلعبش، بس انا متأكد ان المنتخب المغرب يعني يوم ما بيهزر كده يروح جاي مدي اسكتلندا 2-0 ولا حاجة. المنتخب المغربي بصراحة وبما يرضي الله الأقوى أفريقيا وعربيا آخر 5 سنين. بس أنا عندي سؤال واحد لإخواتنا المغاربة مهم جدا جدا، هو أنت ليه في كأس العالم بتبقى ديناصور فجأة في الماما أفريقيا ممكن تخسر من الراس الأخضر عادي، من كاب فيردي عادي، ما في مشكله يا فيك يا في الماما افريكا. فمبدئيا كده تهنئه للمنتخب المغربي على التاهل لاقوى عربيا وافريقيا. نخش بقى على ايه، على منتخبنا الوطني اللي عنده مباراه صعبه جدا، نيوزيلندا الساعه 4 الفجر. طبعا نص هيتفرج ونص هينام ونص هيطبق وشويه نسكافيه وبلاك والضحك كلها هيروح على حاله يعني تتفرج على الماتش يعني تمام، وباقه النت هتخلص على الماتش، فمش مشكله يا عم، بس اهم حاجه تتاهل. العب كوره زي بقيه خلي بيلعبوا كوره. على فكره انت لو لعبت كوره محدش هيشتمك عادي والله، هنحبك ونتفرج على كوره. العب كوره، الناس بتلعب كوره فالعب زيهم، اصل دي كوره حضرتك تمام، فنركز شويه ونلعب كوره. حاجه تانية بقى، يعني اي دوله كده او اي منتخب كده بيسافر كده كاس العالم تلاقي دعم احنا عندنا اعلانات، مفيش حد ما عملش اعلانات ما عدا انا. يعني كل الناس كلها في العالم كله تقريبا، اللعيبه كلها بتاعت العالم اللي هي تخص المنتخب الوطني عملت اعلانات ما عدا انا. في ايه؟ صفقه وسبوبه وكلها بترزق من فضل الله. ها، السلام عليكم.